أكو حلويات أول ما تدخل الفرن تعرفون راح تطلع تحفة، وهاي وحدة منهن، بقلاوة الباشا الذهبية. شكلها يشهي وطعمها يجنن، وطريقتها أبسط مما تتخيلون. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. أول شي نبدأ بتحضير القالب، راح ندهنه بملعقتين من السمنة الدهن الحيواني، ويمكن استخدام دهن جنة. عندي هنا رقائق البقلاوة، طلعتها من الفريزر قبل ساعة. راح آخذ طبقتين، والجزء اللي ما استخدمه هسه راح أغطيه حتى ما ينشف ويانا. وهسه راح أفصل الطبقتين. الطبقة الأولى راح أضيف لها ملعقتين من السمنة الدهن الحيواني أو دهن جنة، وبالفرشة راح أوزع الدهن على كل ورقة البقلاوة. وهسه أضيف ورقة البقلاوة الثانية، وهاي الطبقة ما أضيف لها دهن. عندي هنا شعرية الكنافة، طلعتها من الفريزر قبل ساعة وقطعتها بيدي، ما تحتاج لا سكينة ولا محضرة طعام. وأخلي طبقة من شعرية الكنافة على رقائق البقلاوة، والكمية حسب الرغبة، كل ما تكثر الشعرية أكيد راح تطلع البقلاوة أطيب. وهنا أنا راح نخلي كمية من مبروش الجوز، وأيضا الكمية حسب الرغبة، كل ما تكثر المكسرات وتكثر الشعرية تكون البقلاوة أطيب. وهسه نبرم رقائق البقلاوة على شكل رول، ونقطعها بالسكينة على شكل حلقات، وهيجي راح يكون شكلها. نرتبها بالقالب مثل ما موضح بالفيديو، وحدة بصف الثانية ونرصهن حتى ما تنفتح الرقائق. بالفرشة راح نمسح البقلاوة بالدهن. وهسه راح أدخلها إلى فرن محمي مسبقا، والحرارة هادئة من الأعلى والأسفل حتى أحصل على هذا اللون الذهبي. وهي حارة راح أصب الشيرة الباردة اللي محضرتها مسبقا، واللي هي عبارة عن كوبين سكر وكوب ماء وربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون، وزينتها بالفستق الحلبي المطحون. وهيج صارت البقلاوة جاهزة ويانا، شكلها ملكي وطعمها يخلي الكل يسأل شلون مسويها. جربوها مرة وراح تصير من الحلويات اللي تعيدوها بكل مناسبة. قرمشة واضحة وشكل فخم وطعم ما ينمل. بقلاوة الباشا تستاهل تكون نجمة الحلويات.